غيري. لكن العجيب نحن نحارب أنفسنا من أجل الرزق. الغيبة والنميمة من أجل الرزق، الوشاية بين الموظفين من أجل الرزق، الحسد بيننا من أجل الرزق، التباغض بيننا من أجل الرزق، كل الحروب من أجل الرزق. والله أول ما ينفخ فينا بالروح، وأول ما يأمر الملك أن ينفخ فينا الروح، أول ما يكتب الرزق. ونحن جميع ما نمر به من تعاسة وأمراض بالأرزاق. يا سيدي، الرزق ليست تلك أو ليس ذاك العملة المستديرة التي تجري بيننا. أعظم رزق وموفور الرزق هي الصحة، هي الطمأنينة، هي الراحة النفسية من الداخل. لا يضرني ضجيج العالم بأسره إذا أنا من الداخل مطمئن. لن أكترث يا سيدي بصراخ كل البشرية إذا أنا أصم. لن أبالي أبدا لو تآمر علي العالم وأنا أتكل على رب العوالم. فيا سيدي، نحتاج فعلا أن نضع لأنفسنا خطة. ما هي أولويات الحياة؟